ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طيب في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتكلمنا وخلصنا فيز 1، وده اول جزء في الام سي يو تايم لاين، واتكلمنا كمان عن فيلم كابتن مارفل رغم انه مش في الفيز 1، بس هي كانت موجودة في الترتيب الزمني للام سي يو. واللي مش عارف ايه هي الفيسز بتاعت مارفل والام سي يو تايم لاين تقدر انك تعرفها من خلال انك تدوس على اللينك اللي هيظهر فوق على اليمين. النهارده هنبتدي ان احنا نتكلم عن فيز 2، والفيز دي فيها احداث كتيره جدا وشخصيات جديده هتبدا انها تظهر. اول فيلم في الفيز دي هو فيلم ايرون مان 3، وده هيبقى اخر فيلم لسلسله ايرون مان للاسف. من وجهه نظري ان ثلاثيه ايرون مان هي من افضل الافلام اللي نزلت لمارفل. يلا بينا نبدا الفيلم، يلا بينا. الفيلم بيعمل فلاش باك لسنة 1999. في راس السنة توني ستارك بيقابل عالمة اسمها مايا هانسن، اللي هي شغالة على حاجة اسمها اكستريمس، وده عبارة عن علاج تجريبي بيسمح شفاء الإصابات المعاقة ويخلي الشخص يقدر إنه يعالج نفسه حتى لو كانت الإصابة دي صعبة، ويخلي الجسم إنه يعمل هيلينج من أي فيزيكال دامج. كان في نفس الوقت عالم تاني اسمه ألدريتش كيليان، ده عالم كان عنده مشكلة في رجله، وكان بيحاول انه يقدم لهم مكان في الشركة بتاعته اللي اسمها Advanced Idea Mechanics، واختصارها AIM. بس توني رفض العرض ده. بعد 13 سنة توني ستارك بيعاني من حاجة اسمها اضطراب ما بعد الصدمة، ولو عايزين تعرفوا اكتر عن المرض ده هتلاقوا تحت في الديسكريبشن وصف للمرض ده. وكان كمان بيجيله نوبات هلع بسبب الاحداث اللي عاشها خلال فيلم ذا افنجرز والالين انفيجن اللي حصل زي ما اتكلمنا عليه. وعلشان يتكيف مع الارق اللي كان عنده ده بدأ انه يبني بدل ايرون مان كتيرة جدا، وده كمان للأسف سبب خلاف ما بينه وما بين صاحبته اللي هي بوتس. من ناحية تانية بدأ يكون في سلسلة من التفجيرات، واللي أعلن إنه مسؤول عنها شخص اسمه زماندرين، وبيتصاب في هجوم من الهجمات دي رئيس الأمن بتاع شركة ستارك اللي هو اسمه هابي هوجن، وبيدخل في غيبوبة. وده خلى ستارك انه يهدد زماندرين على التلفزيون وبيكشف عن مكان بيته، ودي كانت حاجة ويرد جدا، ازاي الناس مش عارفة توني ستارك عايش فين. يلا ما علينا. هانسن اللي شفناها في اول الفيلم بتروح لبيت توني ستارك وبتحذره، والماندرين بيأمر قواته انهم يدمروا بيت توني ستارك. والحمد لله بوتس وهانسن بيقدروا انهم يعيشوا، بس توني ستارك بيهرب ببدلة تجريبية اللي كان وجهها الذكاء الصناعي بتاع توني ستارك اللي اسمه جارفيس لمنطقة اسمها تينيسي، وده كان بناء على طلب من توني ستارك وهو بيدرس سلسلة الهجمات بتاعة الماندرين. بدلة ايرون مان التجريبية دي ما كانش فيها طاقة كفاية انها تخليه يرجع من تينيسي لماليبو المكان اللي كان عايش فيه، وكان فيها مشاكل كتيرة جدا، فاضطر انه يقعد في تينيسي وخلى العالم كله يفتكر انه مات. بمساعدة طفل اسمه هارلي كينر اللي كان عايش في المنطقة، ستارك بيبدأ يدرس هجمات الماندرين في المنطقة بالرغم ان الهجمات دي حصلت قبل اي تفجير عمله الماندرين. واكتشف انه سبب الانفجارات دي كان بسبب عساكر في الجيش اتعرضوا لاكستريمس اللي شفناها في اول الفيلم، وده ادى ان الجسم نفسه كان بيرفض المادة دي، فكانت النتيجة ان الجسم بينفجر. وكانت الانفجارات دي اتنسبت بالزور للإرهابي اللي اسمه ماندرين علشان يغطوا على عيوب التجربة اللي كانت بتتعمل على اكستريمس. ستارك بيواجه لأول مرة فيس تو فيس الناس اللي نجحوا في التجربة دي بتاعت اكستريمس واللي اسمهم سيفن وبراندت. ستارك بيقدر انه يقتل براندت وقدر انه يوقف سيفن. بتبدأ وكالة المخابرات الأمريكية إنها تدور على الماندرين لأنه هدد باغتيال الرئيس الأمريكي، وكان بيساعدهم جيمس رودز اللي كان اسمه وور ماشين وبقى دلوقتي اسمه ايرون باتريوت. وفي الاخر بيقع في فخ وبيتخطف من كيليان علشان يسرق البدله بتاعته. ستارك في تينيسي بيعرف يتتبع الماندرين وبيقدر يتوصل انه في ميامي. ستارك بيتسلل كمان المكان اللي قاعد فيه الماندرين باسلحه ارتجاليه فشخ. لما بيقابل ذا ماندرين بيكتشف انه ممثل انجليزي اسمه تريفر سلاتري، وكان اصلا مدمن مخدرات، وكيليان ساعده انه يديله مخدرات كتيره. ومش بس كده، لا ده خلاه كمان انه يبقى مسؤول عن الانفجارات اللي بتحصل. وبعد كده كيليان بيقبض على ستارك كمان. كيليان بيقول لستارك انه بيتمنى انه يساعده بما انه هو جرب
في بوتس الاكستريمس، وعايز يخلي توني ستارك يساعده علشان يحل العيب اللي في التجربة دي، ان يخلي ان الجسم يتقبل المادة. كمان هانسن كانت بتحاول انها تهدد كيليان انها هتبوظ الخطة بتاعته، فكيليان بيقتلها. ستارك بعد كده بيهرب وبيقابل رودز، وبيعرفوا ان كيليان عايز يهجم على طيارة الرئيس الامريكي بمساعدة 7 اللي هو لابس اصلا بدلة ايرون باتريوت. ستارك بيقدر انه يقتل 7 وبينقذ الناس اللي كانوا في الطيارة، بس مش بيقدر انه ينقذ الرئيس لانه اتخطف. وكيليان ودى الرئيس الامريكي في زي سفينة كبيرة وكان عايز يقتله لايف على التلفزيون. جوه البيت الابيض الفايس بريزيدنت بيبقى جاسوس وبيبقى زي العروسة في ايد كيليان، لان كيليان بيساعد بنته انها تقدر انها تمشي عن طريق اكستريمس ويعالجها. ستارك بعد كده هو ورودز بيقدروا انهم يتسللوا للموقع اللي كان فيه كيليان والرئيس الامريكي، وتوني بيجيب كل الارمور سوتس اللي كان عاملها. بعد كده رودز بيقدر انه يحرر الرئيس الامريكي وبيوديه لمكان امن، وستارك بيكتشف ان بوتس عايشه وجسمها قدر انه يستحمل الاكستريمس، وهو رايح ينقذها وقعت من ارتفاع كبير، وستارك افتكر انها ماتت. ستارك بعد كده بيفايت كيليان، بس للاسف ما كانش عارف انه يغلبه. كيليان بيعترف لستارك في الاخر ان هانسن هي اللي خلت الاكستريمس يخليه يمشي ويعالجه من الاعاقه اللي كانت عنده، وهو كان عايز يعمم الموضوع ده لكل المحاربين القدام اللي في الجيش. وبيعترف كمان لستارك انه ذا ماندرين الحقيقي. فجاه بتظهر بوتس اللي قدرت انها تعيش من الوقعه اللي كانت وقعتها دي بسبب اكستريمس، وبتقتل كيليان وبتنقذ ستارك. عشان ستارك بعد كده يثبت لبوتس انه بيحبها، بيؤمر جارفيس انه يدمر كل الارمور سوتس اللي موجوده. بعد كده سلاتري اللي كان عامل نفسه ذا ماندرين والفايس بريزيدنت بيتقبض عليهم. هابي هوجن بيفوق من الغيبوبه اللي كان فيها، وبمساعدة ستارك تأثير الإكستريمس على بوتس بدأ إنه يبقى ثابت، وستارك بيوعد بوتس إن دوره كايرون مان هيبتدي إنه يقل ويعيش ليها هي، وعشان كده عمل عملية جراحية عشان يشيل الشظايا اللي كانت قريبة من قلبه، وبيشيل كمان الأرك رياكتور. وحتى هو كان بيفكر إنه بدون التكنولوجي دي اللي معاه هيفضل برضه هو ايرون مان. الفيلم بيخلص على كده. الاندنج سين اللي في الفيلم ده ان توني ستارك كان بيحكي قصة الفيلم ده كله لبروس بانر، كان فاكر ان هو زي دكتور نفسي وبروس بانر بينام منه. بس كده ده كان فيلم ايرون مان 3. الفيلم اللي جاي اللي هنتكلم عنه هو فيلم ثور ذا دارك وورلد. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.